هؤلاء مجموعة من الأشخاص ممن أثروا ثراء فاحشا من صفقات الطاقة السرية بين مصر وإسرائيل. لقد كبدت الشعب المصري مليارات الدولارات في صورة عوائد مفقودة. من الواضح أن مصر كانت تسرف. أحد المسؤولين كان واحدا من خلصاء الرئيس السابق حسني مبارك. هل سرقت الموارد الطبيعية لبلدك؟ والثاني ضابط مخابرات إسرائيلي سابق يقاضي الآن الدولة المصرية. ما المبلغ الذي تطلبه من المصريين لتكون راضيا؟ أقبل ب50 مليار. طاب يومك. نتقصى الدور الذي تلعبه الطاقة في واحدة من أهم العلاقات في الشرق الأوسط، ألا وهي اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر مع ظهور توازن جديد للقوة. أهم نقاط ضعف الإسرائيليين اعتمادهم في السابق على الآخرين لتزويدهم بمصادر الطاقة. ادعت إسرائيل أحقيتها في بعض أكبر حقول الغاز المكتشفة في هذا القرن. لقد أطلقوا على اليوم الذي بدأ فيه إنتاج الغاز اسم عيد الاستقلال الثاني. مع تفاقم نقص الغاز في مصر، يعول الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق سري لشراء الغاز من إسرائيل لضمان مستقبله السياسي. مصر بحاجة إلى الغاز ونحن يمكننا بيعه. منذ تأسيسها كان افتقار إسرائيل إلى النفط والغاز أحد نقاط الضعف الرئيسية، وفي الستينات تتطلع إسرائيل إلى جارتها مصر. ما فتئت مصر تستخرج الغاز من البحر منذ الستينات، وأثناء حرب 67 احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء وعددا من حقول النفط فيها، وهذا ما مهد الطريق لعلاقة الاعتماد المتبادل على الطاقة هذه. في السبعينيات كان ثلثا احتياجات إسرائيل من النفط يأتيان من أراضٍ احتلتها إسرائيل بصورة غير شرعية. وبعد أن بدأت الولايات المتحدة بمحادثات وساطة أدت إلى اتفاقية كامب ديفيد، عقدت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة سرية لاسترضاء إسرائيل، إذ وافقت أمريكا على تزويد إسرائيل بالنفط لمدة 5 سنوات إن عطلت مصادرها الخاصة ولم تستطع تلبية احتياجاتها الاعتيادية. كان موضوع الطاقة على الدوام أحد العوامل في العلاقة ما بين مصر وإسرائيل. كانت سيناء ولا تزال منتجا للطاقة، وعندما حققنا اتفاقا في كامب ديفيد كان الإشكال: هل سيحصل المصريون على النفط من سيناء؟ وعندما تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، وافقت إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء، وألزمت أمريكا نفسها بضمان مد إسرائيل بالطاقة ل15 سنة أخرى. لقد دفعت أمريكا مبالغ كبيرة لمحاولة طمأنة كلا الطرفين في ذلك الاتفاق بأننا سنكون على أهبة الاستعداد لإبقاء الأمور في وضع آمن ومستقر. بيد أنه كان هناك اتفاق آخر في كامب ديفيد قلما يتم التطرق إليه، فقد ألزمت مصر نفسها بتزويد إسرائيل بالنفط. ضمنت تلك الاتفاقيات لإسرائيل حق شراء النفط المستخرج من شبه جزيرة سيناء، فأصبحت إسرائيل معتمدة على مستوردات النفط من تلك المنطقة. لذا وكجزء من هذه الاتفاقية أراد الإسرائيليون ضمان استمرار تلبية احتياجاتهم النفطية باستخدام حقول النفط تلك. هذه مصالح مشتركة لا يعلن عنها بالتفصيل، لكنها بالتأكيد ترسخ العلاقة. فعندما تنظر في علاقة أو معاهدة ما، فإن ما ننظر إليه هو نسيج متشابك من المصالح، وهذا ما يحافظ على ديمومتها. فإن اتفقت على شراكة في النفط فهذا مفيد، وهذا ما نحاول وضعه في نصابه. كما أن اتفاقية السلام نسجت أيضا مصالح مجموعتين نافذتين. بدأت أجهزة الجيش والمخابرات المصرية بعقد اجتماعات منتظمة مع نظيراتها الإسرائيلية، وكان لهذا آثار عميقة على مستقبل مصر. منذ التسعينات فصاعدا كانت العلاقة بين العسكر المصري وإسرائيل بمثابة تحالف في الواقع، حيث التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينهما. لقد قرب الاتفاق بين بعض الإسرائيليين من جهاز المخابرات مع نظراء لهم من المخابرات المصرية بين عائدات السلام. الذي رأيناه هو أن أعضاء من نخبة رجال الأعمال وبالذات الفاسدة منهم وأعضاء من الوكالات الاستخباراتية قد بنوا كثيرا من العلاقات الحميمة.
العسكر في مصر شركاؤنا في مجالات التعاون في المنطقة، فالجيش والحكومة والنخب يعتبروننا شرعيين. هذا أمر مهم للغاية وينبغي علينا تشجيعه. في العام 1993 تم التوقيع على اتفاق تاريخي آخر ربط للمرة الثانية ربطا معقدا سياسة الطاقة بمقترحات للسلام في الشرق الأوسط. ففي اتفاقية أوسلو اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل. تم تعويض مصر لدورها في إقناع القيادة الفلسطينية بالتوقيع على الاتفاقية. كان ووكر سفيرا لأمريكا لدى مصر ولاحقا لدى إسرائيل في التسعينيات. لقد كنا نتطلع إلى الغاز واستخدامه كآلية لربط تلك الدول ببعضها عندما يكون هناك مصالح مشتركة حتى بين عدوين ويوافقان على كيفية التعاطي مع تلك المصالح، فإن كليهما يستفيد. هذا أمر رائع، هذا بالضبط ما نريده، لأن الناس يحبون المال وللمال سطوته. ما تلا ذلك كان استثمارا إسرائيليا بقيمة $1,200,000,000 في مصفاة بترول في مدينة الإسكندرية. تأسست مصفاة نفط الشرق الأوسط أو ميدور عام 1994 لتجمع ما بين أفراد من المخابرات المصرية والإسرائيلية. لقد وضعوا معا خطة محكمة تتجنب المعارضة الشعبية في مصر. لاقت الخطة دعما من كلتا الحكومتين وكذلك من الولايات المتحدة. تعرف على مسؤولي ميدور إبان محاولاتهم الحصول على التصاريح اللازمة للمضي قدما في مشروعهم. كان هناك على دوام قلق ما من وضع المشروع، ذلك أنه اعترف بإسرائيل بطريقة لم ترق للكثيرين في مصر، وقد منح المشروع الإسرائيليين سيطرة على جزء من الاقتصاد من خلال ذلك النوع من التعاون، لكن ذلك تم التغلب عليه. كان يدير تلك الشركة شخصان لهما ارتباطات وثيقة مع أجهزة المخابرات والأنظمة الحاكمة، شخصان يتوليان ابتزاز ثروة هائلة من الشعب المصري أساسا، وكان واضحا أن ذلك المال يضخ ويدور بين هذه النخبة. تلخص الأمر بالسؤال الآتي: هل يمكن لدخل المشروع أن يكفي الجميع؟ وأعتقد أن الجواب هو نعم، ولهذا بدأ بالمشروع واستطاع التغلب على مشكلاته السياسية في المقام الأول. كان المهندس الرئيسي لصفقات الطاقة المصرية مع إسرائيل حسين سالم، ضابط مخابرات سابق أدين مرة بالاحتيال في الولايات المتحدة. كان المنسق المتوالي وراء نظام مبارك. إنه ما زال يمشي باتجاهه، ورغم أنه يعيش الآن في منفاه في إسبانيا، فإن سالم ما زال مستمرا في ممارسة الضغط على السياسات المصرية المتعلقة بالطاقة. في يساره الآن. حسين سالم برأيي شخص غامض وشخصية مريبة، ومن الواضح أنه كان صاحب نفوذ قوي للغاية. لقد بنى علاقات مع الإسرائيليين ومع المخابرات الإسرائيلية في السبعينيات والثمانينيات. كان مقيما في السفارة المصرية في أمريكا أثناء إجراء محادثات السلام مع الإسرائيليين. إنه شخص متفاعل وفاحش الثراء، قادر على الإنجاز. لهذا أعجبت به، فكوني سفيرا أريد شخصا قادرا على الإنجاز. على الرغم من أن حسين سالم كان العقل المدبر وراء مشروع مصفاة ميدور، فإن رئيس الشركة كان ربيب سالم، وهو مهندس اسمه سامح فهمي. سيصبح كلا الاسمين بطلين رئيسيين في القصة السرية لصناعة الطاقة في مصر. لقد توافق فهمي والإسرائيليين توافقا يزكم الأنوف. سامح فهمي مصري خلوق، صارم جدا دون شك وواسع الاطلاع، يتحدث الإنجليزية بطلاقة وعلى درجة عالية من التهذيب وصريح. عقدت معه اجتماعات طيبة. وسرعان ما حصل سالم على نصيبه من مشروع ميدور، محققا ربحا جزيلا. لقد رتب لربيبه سامح فهمي لأن يصبح وزيرا للبترول في مصر. إن وجود سامح فهمي وزيرا يحدد حقبة جديدة لقطاع الطاقة في مصر، حيث تتم إدارة موارد الطاقة من قبل المخابرات المصرية. في وثيقة سرية
حصلت عليها الجزيرة. وعدت سلطة الاستثمار في الحكومة المصرية بمنح رخصة حصرية لبيع الغاز المصري إلى شركة جديدة أقامها سالم تسمى EMG أو غاز الشرق المتوسط. وكان سامح فهمي وزير البترول حينها. في تلك الفترة كان اهتمام سالم منصبا على غنيمة اقتصادية أكبر وأكثر إثارة للجدل، ألا وهي بناء خط أنابيب تحت البحر ما بين العريش وعسقلان بهدف ضخ الغاز المصري الرخيص إلى إسرائيل. كان ذلك عندما تم وضع المبدأ الأساسي للشركة، والذي نص على أن تبيع مصر الغاز إلى EMG لتقوم بدورها ببيعه إلى الإسرائيليين. لم تحصل هذه الاتفاقية على موافقة البرلمان في ذلك الوقت، وعوضا عن ذلك قاموا بإفراد حصة من الغاز مباشرة إلى شركة أسسها حسين سالم وشاكلته من بطانة ضباط المخابرات السابقين. كان أحد شركاء سالم في الشركة المؤسسة حديثا يوسي ميمون، عميل سابق من جهاز المخابرات الإسرائيلية للمهام الخارجية الموساد. كان ميمون قد حقق في السابق الملايين من شراكته مع سالم في مشروع ميدور. في العام 2004 وصف ميمون نفسه أمام وزير الطاقة الإسرائيلي على أنه الوسيط الوحيد لبيع الغاز المصري. لم أستسغه أبدا. منذ المرة الأولى التي رأيته فيها، مع احترامي الشديد، فإن شخصا يأتي إليك بمذكرة لم يظهرها بالمناسبة ليقول لك إن بحوزته مذكرة تعطيه الحق الحصري في أن يكون الوسيط الوحيد للغاز بين مصر وإسرائيل، يجعلك ترتاب به، وقد تشككت أنا نفسي به. عين ميمون شبتاي شافيط الرئيس السابق لجهاز الموساد بمنصب رفيع في شركة EMG. بلغني أن شبتاي شافيط قد تم توظيفه من قبل ميمون للترويج للصفقة لتعزيزها. لماذا هو رئيس موساد سابق؟ لا أفهم، لا أعرف. ما بين حسين سالم وميمون روابط وشبكات من العلاقات امتدت عبر جهازي المخابرات ومجتمع الأعمال، ما مكنهما من ضمان شراء أسهم من النخب الرئيسة، أي من الأشخاص الذين كان بحاجة لموافقتهم لإتمام تلك الصفقات. لقد أرادت كلتا الحكومتين في مصر وإسرائيل إبقاء الهوية الحقيقية لشركة EMG ودورها مخفيين. لم يكن واضحا لنا الجهة التي كنا نعقد معها الصفقات أو الأرقام الحقيقية والأرباح، ولم يكن واضحا أيضا تكاليف هذه الصفقة. لقد كان الأمر غاية في السرية ومخفيا تماما وراء الكواليس، وطي الكتمان الشديد بحيث استرعى الأمر الانتباه. على الرغم من معارضة وزير الطاقة الإسرائيلي آنذاك، إلا أن الصفقة تمت بمباركة الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أريل شارون. وقع سامح فهمي وزير البترول المصري مذكرة تفاهم مع نظيره الإسرائيلي، وقد شددت المذكرة على أن إمداد الغاز من مصر إلى إسرائيل سوف يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد سمح المشروع لشركة EMG أن تقوم ببناء خط أنابيب لتزويد إسرائيل بالغاز لمدة 15 سنة على الأقل. إنه ذلك النوع من الاتفاقيات التي كانت تشد من أزر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولهذا كنا على الدوام إيجابيين تجاه هذه الاتفاقات دون الخوض في الشق الفاسد منها. عندما نظر بريتسكي في الصفقة وجد أن إسرائيل استفادت من الغاز الرخيص استفادة كبيرة. الصفقة التي عرضوها كانت تفوق حد التصديق. لقد كانت الأسعار سخيفة، لا أذكر كم كانت، لكنها تفوق حد التصديق. لقد اشتملت الاتفاقية على شروط سرية مذكورة في وثيقة حكومية مصرية من العام 2000. كان سعر الغاز المصري المباع لشركة EMG ثابتا عند $1.50 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو MBTU. تظل أسعار البيع المحروقة هذه غير مسبوقة في صناعة الغاز الطبيعي. في ذلك العام نفسه كان يصدر الغاز إلى بلدان أخرى، إلى اليابان بسعر $12.50، ليس $1.50. وفي العام ذاته كانت ألمانيا تحصل على غاز الروسي عبر الأنابيب بمقابل أكثر من $8 و9 و10 للوحدة. إذن كانت هذه الأسعار أكبر بكثير، قرابة 8 أضعاف مما كان يحصل عليه المصريون.
كان المستهلك النهائي شركة الكهرباء الإسرائيلية مزود الطاقة الرئيسي في إسرائيل. كانت مصابيح الكهرباء في تل أبيب تعمل بفضل الغاز المصري. كانت مصر تبيع لهذه الشركة بأقل من $2 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين كانت تستورد زيت الوقود بحوالي 9 إلى 10 دولارات لكل مليون وحدة. بعد العام الأول وافق الإسرائيليون أخيرا على دفع سعر أعلى، لكن المصريين كانوا ما يزالون يحصلون على $3 فقط بدل $1.50، ما يعني أنهم ما زالوا يسرقون، وأن السعر ما زال دون السعر الحقيقي للغاز بكثير، بل إن المصريين خسروا أموالا أكثر في 2010 بالسعر الأعلى مما خسروا في 2008، لأنهم كانوا يصدرون كميات أكبر من الغاز. حتى الآن فالسعر الذي دفعه الإسرائيليون مقابل الغاز المصري من الأمور الحساسة، لدرجة أن ظل مسؤولو شركة الكهرباء غير مستعدين لمناقشته. كانت الصفقة مع مصر غاية في الأهمية لقطاع الكهرباء الإسرائيلي ولدولة إسرائيل. ما السعر الذي كانت تشتري به إسرائيل الغاز من مصر، وما كميات ذلك الغاز؟ لا يمكننا الحديث عن هذا الأمر، آسفة، لا يمكننا. حدثنا عن شروط الاتفاق. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن لا أبوح به ليس السعر. لست في منصب يخولني ذكر الأرقام. انتظر، اسمع، أنا آسفة جدا. كانت الدولة المصرية تبيع الغاز إلى EMG التي يسيطر عليها رجلان حسين سالم ويوسي ميمون، كان يحصلان عليه من المصريين مقابل $3 ثم يبيعونه للإسرائيليين مقابل $4.50 ويضعان الفارق في جيبيهما. تعقبنا يوسي ميمون وهو يصل إلى مقر شركته شمال تل أبيب. كان المجمع الذي يخضع لحراسة مشددة فيما مضى مركزا لإمبراطورية تجارية تساوي مليارات. نادرا ما يتحدث ميمون لوسائل الإعلام، وقد رفض طلباتنا السابقة لإجراء مقابلة معه. لقد حققت أموالا طائلة من شراء الغاز دون سعر السوق من مصر. هذا رأيك. كم دفعتم مقابل ذلك؟ أكثر من مناسب لمصر. أكان سعرا عادلا؟ لما لا تكشف عن سعره؟ يشعر كثير من الناس بأن الغاز كان يباع بأسعار لم تكن عادلة، وأن الحكومة كانت تسرق الشعب. يعتقد الكثيرون أن من الخطر جدا السباحة في أستراليا بسبب السمك الهلامي وسمك القرش. أنا لست من هذا ولا ذاك. طاب يومك. متى تحدثت مع حسين سالم آخر مرة؟ كيف هي شخصية حسين سالم؟ السؤال الثاني. لا أريد أي شيء من هذا الأمر من وجهة النظر هذه التي كما تعلم سوف شخص ما يمكنه اقتباس حديثنا، ولا أريد التورط بهذا الأمر. لذا أرجو أن لا تأخذ الأسئلة التي طرحتها من قبل عن المصريين. أنت لم تسمع شيئا منا، أرجوك. اعتمدت صفقة EMG على الدعم السياسي الإسرائيلي، وكذلك على علاقة أخرى أهم، علاقة سالم بمبارك. لم تمتلك EMG إلا الدعم السياسي من نظام مبارك. لم تكن EMG تملك أي موجودات قبل أن تبيع الشركة أي قطرة غاز. كان يقدر سعرها بأكثر من $2 مليار. عندما يكون لديك نظام قمعي غير ديمقراطي يحاول اختلاس ما استطاع إليه سبيلا من المال، عندها لن يعدم النظام حيلة للقيام بذلك، وهذا هو دور EMG. ما من أحد ينكر أن من شغلوا هذه المناصب في عهد مبارك كانوا أثرياء، وهي إحدى المشكلات التي عليهم مواجهتها نهاية المطاف. تعقبنا حسين سالم إلى واحد من القصور السبعة التي يملكها في إسبانيا. مرحبا، أنا كلايتون سويشر من الجزيرة. كيف حالك؟ نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة. بعض الأسئلة. حكم سالم حكما غيابيا بتهمة الفساد وتبديد موارد مصر. صادرت الشرطة أصولا بملايين اليوروهات من أملاكه الخاصة في إسبانيا، لكنه تجنب تسليمه إلى مصر. ما علاقتك بميمون؟ أكان شريكك؟ لن أجيب على أي أسئلة. لنكن صريحين بهذا الشأن. فلنتصل بالشرطة. لا أريد إجراء مقابلة. هل تشعر أنك فوق القانون بحيث لا يستحق الشعب المصري منك تفسيرا؟
لما لا تريد الإجابة؟ أنت لا تريد الإجابة على أسئلة الصحفيين أم لا تريد الإجابة على أسئلة المحكمة؟ ألا تشعر بالتزام أخلاقي بالتحدث إلى شعبك؟ لو سمحت، هل للشعب المصري الحق في معرفة ما قمت بفعله بالغاز الطبيعي للبلاد؟ هذا مضحك؟ الشعب المصري بدون كهرباء وأنت تعيش هنا برخاء في مدريد، ألا تشعر أنك مدين بتوضيح للشعب المصري بشأن ما حدث؟ ميكا مينيو بالويلو يحلل أسعار الطاقة في مركز أبحاث مقره لندن، وقد توصل إلى المبالغ التي فقدها الشعب المصري في صفقة EMG، وباعتماده الأسعار الواردة في نفس الوثائق السرية التي حصلت الجزيرة على نسخة منها، قدر حساباته في كل سنة عمل فيها خط الأنابيب. في عام 2008 عندما بدأ ضخ الغاز أول مرة، كان الإسرائيليون وEMG تدفع للمصريين $1.50 للوحدة، وهذا يعني أن المصريين في عام 2008 تسلموا أقل من $100 مليون عن الغاز الذي صدروه من خط الأنابيب. وفي نفس ذلك الوقت كان اليابانيون يدفعون أكثر من $12.16 لكل وحدة من الغاز. كان يمكن لمصر تصدير الغاز إلى اليابان بدلا من ذلك، وبدلا من تقاضي أقل من $100 مليون كان من الممكن أن تحصل على $770 مليون. ثم حسب ميكا المقدار الإجمالي الذي دعم به المصريون المستهلكين الإسرائيليين على مدار أكثر من 3 أعوام. تظهر حساباتي أن مصر خسرت $1.8 مليار من خلال هذه الصفقة. كان من الممكن أن تحقق مصر $1.8 مليار باستغلال الغاز بطرق أخرى. كما حسب ميكا إجمالي العائد الذي خسره الشعب المصري من الصفقات التي أبرمتها حكومته عبر حسين سالم وزملائه الإسرائيليين، ويشمل هذا عقود تصدير الغاز إلى بلدان أخرى بالإضافة إلى إسرائيل. هذا يضاف إلى خسارة إجمالية للشعب المصري ربما أكثر من $11 مليار. تقريبا كل هذه الصفقات مست حسين سالم في وقت من الأوقات أثناء ترتيبه لهذه الصفقات. ماذا تقول لأبناء شعبك؟ هل تشعر بالخزي من إدانتك بسرقة مليارات الدولارات من الموارد الطبيعية لبلدك؟ هل أنت مذنب؟ لن أجيب. ما تقول لا يعني نعم ولا لا. أنت لا تقول إنك مذنب أو غير مذنب. أخيرا قدر ميكا حجم الثروة الشخصية لحسين سالم من صفقة EMG، فحتى قبل بيع أي قطرة غاز حول سالم استثمارا من $300 مليون إلى ثروة طائلة. خلال الفترة نفسها التي بني فيها خط الأنابيب باع سالم 37% من حصته. باع سالم مجموعة واحدة مقابل $2 مليار، والمجموعة الأخرى مقابل $2.2 مليار، أي أنه حصل على $4.2 مليار حتى قبل البدء بضخ الغاز. هل سرقت الموارد الطبيعية لبلدك؟ سنشاهد في الجزء الثاني كيف يأمل مساهمو EMG الآن في عكس المضخات على خطوط أنابيبهم ليبيعوا الغاز الإسرائيلي إلى مصر.